السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد. نتكلم النهاردة عن the comparatives، المقارنة ب the. واحنا عارفين ان المقارنة بنقارن ما بين two people، شخصين، two animals، اتنين من الحيوانات، او two things، شيئين. the بعدها صفة مقارنة، ثم the بعدها كمان صفة مقارنة. نبدأ الأول بالcomparative adjective or adverb، مقارنة الصفات أو الظروف. هنا ممكن نعمل repeating للstructure the comparative plus subject plus verb. بص كده للإكزامبل ده: the healthier you eat the better you feel. the healthier you eat the better you feel. معنى السنتنس دي يعني كلما أكلت أكل صحي أكتر كلما شعرت بشكل أفضل. يعني كلما أكلت أكل صحي أكتر كلما شعرت بأنك أفضل. هنا عملنا repeating ل the plus الcomparative اللي هو healthier هنا plus subject you eat الverb. عملنا repeating، لو لاحظت في كمان the plus الcomparative better plus السبجكت you plus الverb feel. ليه عملنا repeating ده؟ ده هنا to mean that one thing depends on another. هنا معناها إن في حاجة بتعتمد على حاجة تانية، بتتوقف على حاجة تانية، أو الحاجتين دول لهم علاقة ببعض. بص كده كمان: the harder he works the more stressed he is. يعني كلما عمل بشكل أكثر جدية. the more stressed يعني كلما كان مضغوط أكتر. فهنا ده بيتوقف على ده، لو اشتغل بشكل جدي أكتر هيكون أو هيحس إنه مضغوط أكتر، ده متوقف على ده. في نقطة كمان: لما يكون عندنا الفيرب تو بي موجود في التركيبة دي ممكن نعمل له omission، ممكن نحذفه. إزاي؟ بص كده: the longer the wait the longer the wait the more agitated the people become. يعني كل ما الناس انتظرت أكتر هيشعروا بقلق أكتر. ده قلنا ده متوقف على ده. هنا كان في is موجودة فين؟ the longer the wait is موجودة هنا. عملنا عملنا omission ل is، حذفناها. يبقى هنا ممكن أقول the longer the wait، وممكن كمان أقول the longer the wait is. ممكن تحذف الverb to be في التركيبة دي. ممكن كمان تستخدم noun، اسم بعد the more أو the less. إزاي؟ the more exercise you do the more exercise you do the fitter you get. يعني هتعمل تمرين أكتر هتبقى fit أكتر، وfit هنا يعني لائق بدنيا. فهنا the more exercise هنا noun. احنا عارفين ان exercise ممكن نستخدمها كverb أو كnoun، اسم أو فعل. هنا get noun اسم. the more exercise you do the fitter you get. بص كمان كده: the less carbohydrates you consume the healthier you will be. the less carbohydrates دي كمان noun بعد the less، بعد التركيبة دي. the healthier you will be يعني هتستهلك كربوهيدرات أقل، هتكون صحي بشكل أكبر. كمان ممكن نستخدم close بعد the more أو the less. يعني close يعني subject plus verb. بص كده: the more you read the more you read the wiser you get. كلما قرأت أكتر the more you read the wiser you get، هتكون حكيم أكتر. يعني هتحصل على الحكمة، هتكتسب الحكمة من كثرة القراءة. فقلت هنا the more you read، هنا you subject و read verb، فده اسمه close. بص كده كمان: the more you know the more you know، هنا
you السبجكت ونو الفيرب بعد the more. the less you need to say. هنا يعني كل ما انت عرفت حاجات اكتر مش هتحتاج تتكلم كتير. the less you need to say هتتكلم اقل. فهنا بعد the more او the less استخدمنا close. اخر نقطة وهي the بلس الcomparative المقارنة the better. Please call me soon. the sooner the better. هنا لو سمحت كلمني بشكل عاجل. the sooner the better يعني كل ما اتكلمت بشكل أسرع كلما كان ده أفضل. احنا هنا عملنا ايه؟ هنا قلنا the sooner، هنا the comparative adjective صفة المقارنة. the better قلنا the better بس كده. ليه؟ هنا بنعبر عن preference in relation to the quantity or quality of something. للتعبير عن التفضيل فيما يتعلق بكمية شيء ما أو نوعية شيء ما. بص كده هنا A و B. A بيقول isn't this fridge too big؟ يعني الفريدج دي التلاجة دي ما هيش كبيرة أكتر من اللازم. isn't this fridge too big؟ B قال له no the bigger the better. يعني the bigger كلما كانت أكبر كلما كانت أفضل. ففي الحالة دي قلنا the sooner the better the comparative adjective و the better ما استخدمناش حاجة بعدها. وقلنا كمان the bigger the better وتقدر تستخدم أي example تاني بالشكل ده. دلوقتي معانا مجموعة من الأسئلة يا ريت نحلها وما نكسلش. مجموعة من الأسئلة البسيطة جدا جدا بتوضح انت قد ايه استفدت من الدرس ده وقد ايه انت فهمت. يا رب تكون الحلقة عجبتنا وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.